صورة وقد ساقها بسند صحيح محمد بن إسحاق في كتابه السيرة والمغازي عن أبي العالية قال لما فتح عمر تستر ووجدوا في بيت مال الهرمزان رجلا على السرير ميت، ويقال أن له 300 سنة وما تغير من تلك المدة، وهو باقي على هيئته ما تغير، وعند رأسه مصحف بلغتهم. فأرسل إلى عمر وطلب أبي وترجم المصحف. يقول فماذا قرأت؟ يقول أبو العالية قرأت فيه سيركم وأخباركم والأمور الآتية فيما بعد، يعني مثل الجنة والنار إلى آخره عند رأس هذا الرجل. قال ماذا كانوا يصنعون به؟ قال كان إذا حبس المطر، وانظر الفتنة، كان إذا حبس المطر أبرزوا سريره فسقوا، فسقوا. فماذا صنع عمر والصحابة بسريره؟ وماذا صنعوا بهذا الرجل؟ يقول ابن القيم قبل أن أتم لكم القصة، يقول ابن القيم هذا لو وجد أهل الضلال لتجالدوا عليه بالسيوف حتى يبنون عليه الأضرحة والقباب وإلى آخره. يقول لو وجدوا مثل هذا لتجالدوا عليه بالسيوف، كل يريد أن يقيم عليها. فماذا صنعوا؟ يقول أبو العالية فجئنا بالليل وحفرنا 13 قبرا متباعدة، حفروا 13 قبر متباعدة، ثم جاءوا في الليل المظلم ودفنوه في واحد منها، ودفنوا هذه القبور وسووها، حتى لا يعرف وين مكانه. هذه سيرة الصحابة، هذه سيرة، مع أنه انظر الفتنة التي كانت موجودة، كان إذا أبرز قبر أمطروا، وهذا فتنة. وهذا أيضا فيه فائدة أن بعض الناس يبني هذا الضلال على التجارب. يقول جربنا، فلان ذهب إلى القبر الفلاني وشفي مثلا،